التأمين على الحياة لعبة العمر ولا خدعة العمر؟ ياما سمعنا الكلام عن التأمين على الحياة، على الممتلكات، وشعارات وإعلانات كتيرة جدا إن التأمين أمان ليك وضمان لعيلتك من بعدك. لكن الجملة دي وراها أسرار كتيرة جدا، وراها ناس بتفضل تدفع دم قلبها سنين وفي الآخر ما بتاخدش أي حاجة. نقدر نقول وراها دراما سوداء. تعالوا في الحلقة نحكي عن خفايا وأسرار لعبة التأمين. بيكم حلقة جديدة من أول السطر مع إيمان الخواجة. فكرة التأمين في حد ذاتها هي فكرة كويسة وفكرة نبيلة، لكن الحقيقة إن شركات التأمين غيرت المفهوم ده. يعني إيه أصلا فكرة التأمين من الأساس؟ إن الإنسان بيدفع أقساط لشركة التأمين على مدى سنوات طويلة من حياته، ولما بتحصل له مشكلة أو أزمة المفروض إن الشركة بعد كده بتعوضه، لكن الحقيقة إن ده ما بيحصلش. لو رجعنا شوية وقلنا هي فكرة التأمين أصلا بدأت إمتى؟ الحقيقة إن هي بدأت من زمان جدا، من أول ما كان التجار في بابل القديمة بيقسموا على بعضهم التكلفة والخسائر لو حد فيهم سفينته غرقت. كمان عندنا روما القديمة، الجنود كانوا بيعملوا زي صناديق جماعية بيجمعوا فيها فلوس، ولو حد أو العملة بتاعتهم يعني، ولو حد من الجنود اتوفى الفلوس بتروح لعيلته. يعني نقدر نقول جمعية ودايرة يعني. أما التأمين بشكله الحالي زي ما احنا عارفينه بمحامينه بعقوده بتعقيداته، فده ظهر في لندن في القرن ال17، وتحديدا سنة 1666 بعد حريق لندن الكبير. لما التأمين شيء كويس وفكرة نبيلة زي ما قلنا، ازاي قدرت انها تتحول وتبقى قد كده في مصلحة الشركات اكتر من مصلحة الانسان نفسه؟ بص يا سيدي، أول حاجة العقود اللي شركات التأمين بتكتبها بتكون مكتوبة بحرفية وحرفنة غير عادية، مليانة بنود وكتير، وكل حرف فيها بيفرق. في الحقيقة بتكون فيها ثغرات كبيرة جدا. بيكونوا محتاجين بقى في الحالة دي أساتذة قانون واقتصاد عشان يقدروا يفهموا، مش ناس عاديين كده زي وزيك. خد عندك أمثلة للتعقيدات الكتيرة اللي شركة التأمينات بتحطها كعراقيل أمام التعويضات. أول حاجة بند الاستثناءات. يعني إيه بند الاستثناءات؟ يعني دلوقتي في شخص ما مأمن على نفسه بقاله سنين منتظم في دفع أقساطه، فات 20 أو 15 سنة أيا كان، الشخص ده توفى. يجوا المستحقين للتعويض يطلبوا شركة التأمين بالتعويضات تسلمهم كده على طول؟ لا طبعا، لازم تبدأ تقول لهم لا، ده لازم يكون في سر في الموضوع. ده أكيد ممكن يكون دي يعني زي حالة مثلا انتحار، أو إنه ممكن يكون في حاجة ما نعرفهاش، أو المريض أو كان شخص مريض ومخبي علينا. يفضل المستحقين للتعويض يحلفوا بكل الأيمانات ويجيبوا كل التقارير إن الوفاة طبيعية، وشركة التأمين برضو تبدأ إن هي تعطل شوية. طيب لو خلاص الشخص عدى من البند الأول وطلعت الوفاة طبيعية ومفيش أي مشكلة، يروح المستحقين بقى عشان ياخدوا التعويضات بسهولة كده ياخدوها؟ لا طبعا. تبدأ الشركة تقول لهم انتوا فعلا مستحقين للتعويض، بس لازم في إجراءات كذا وكذا، ويبدأ المماطلة اللي ممكن تستمر ل3 أو 5 سنين. بيفضل خلالها الأشخاص اللي مستحقين للتعويض في دوامة من القضايا دوامة كبيرة من القضايا والمتاهات اللي ممكن يصرفوا فيها أصلا أكتر من قيمة التعويض نفسه. على مستوى العالم نسبة رفض تعويضات حالات الوفيات بالذات اللي هو التأمين على الحياة بتوصل ل10 ل20%. شركات التأمين لما بتماطل مش ده بيكون كده وخلاص عشوائي، المماطلة هنا سياسة، لأن كل قرش موجود عندهم سواء كانت أقساط بتدفع أو تعويضات مش عايزين يطلعوها، هي مبالغ كبيرة جدا، كلها بتتحط في سندات وبنوك وبورصة، وكل ده بيجيب مكاسب بالمليارات. عايزهم بقى في الآخر بكل بساطة يضحوا بكل المكاسب دي ويدوا حضرتك التعويضات.
زي ما قلنا اللي عندهم محامين وخبراء قانون بيكتبوا لهم عقود صعبة جدا، كمان عندهم خبراء اقتصاد عاليين جدا، بحيث ان هم يحددوا قيمة القسط اللي الشخص هيدفعه ايا كان قيمته قد ايه، بحيث ان النتيجة النهائية ان الشركة تكسب اكتر من العميل نفسه. شركات التأمين عندها كمان محققين، محققين جنائيين، يعني ولا شارلوك هولمز في زمانه، اي قضية لازم يمسكوها لحد ما يجيبوا قرارها في الاخر. في أمثلة كتيرة جدا للمماطلة شركة التأمين. طبعا في أمثلة لأشخاص عاديين ما بنبقاش نسمع عنها إلا بتجارب شخصية بس، لكن في أمثلة المشاهير. عندنا مثلا مايكل جاكسون، بيقال إنه كان مأمن على نفسه وعلى حياته ب20 مليون دولار. بعد وفاته الورثة قالوا إحنا خلاص كده هنهيص بقى. شركة التأمين قالت لهم بصوا، هو الواضح ان هو اخد ادويه كتيره جدا، وممكن تكون في شبهه انتحار او انتوا دلوقتي كده تاخدوا 3 مليون دولار وتسكتوا. طبعا هم في الاول فكروا انه يرفضوا، لكن اكتشفوا ان في الحقيقه هيخسروا، فقبلوا ال 3 مليون دولار. لان شركه التامين كانت ممكن تقول لهم خلاص استنوا التشريح، استنوا لما نشوف الوفاة شكلها ايه، وفي الحالة دي كانوا هيخسروا. فشوف لما يحصل كده مع شخص بشهرة وحجم مايكل جاكسون، ممكن يحصل ايه فينا احنا الناس العادية. ومش مايكل جاكسون بس، في عندنا هيث ليدجر اللي هو الجوكر، عندنا ويتني هيوستن حصل معاهم تقريبا نفس الموضوع ده. مش بس المشاهير اللي شركات التأمين ممكن تخدعهم، ده في ناس عادية جدا، في قصص لناس كتيرة. موظف بسيط بيفضل لمدة 15 أو 20 سنة يدفع أقساط مأمن على حياته، يعني لو توفى وأولاده يلاقوا حاجة من بعده، بيجي ده الراجل ده بيتوفى بأزمة قلبية عادية جدا، ويروح المستحقين يطالبوا بده، فالشركة تقول لهم لا أنتم مش مستحقين. ليه يا سيدي مش مستحقين؟ ده كان الشخص ده عنده مرض مزمن، عنده ضغط، وكان مخبي عليه. المهم ان هما ما ياخدوش حاجة وخلاص. في مثال كمان يعني كان قريب وكان شهير، ان في لبنان وبعد انفجار مرفأ بيروت، شركات كتيرة من شركات التأمين رفضت انها تعوض اي حد. ليه يا ستي مش هتعوضينا؟ قالت ان دي مش كارثة عادية ولا مجرد انفجار عادي، دي حرب، والحرب مش متغطية عندنا في العقود. انا مش عارفه بالظبط ايه اللي متغطي عندكم في العقود. تهيألي كده ان اكتر حد استفاد من التأمين او فكرة التأمين يعني هي السينما. في معظم افلام الإثارة والجريمة والتشويق والغموض هتلاقي في تيمة كده محددة، او في خلفيتها شركات التأمين، ان في واحد بيأمن على نفسه وبعد بمبلغ كبير بيتوفى، وبعد كده لما المستحقين للتعويض بيبدأوا يطالبوا بده، هنا شركة التأمين بتقول لهم لا ستوب، احنا لازم ندرس الحالة كويس ونشوف ايه اللي حصل. في الحالة دي بيظهر المحقق الجنائي بتاع شركة التأمين، اللي بيفضل ورا الحكاية لحد ما يجيب قرارها، ويعرف الشخص ده اتقتل ازاي ومين اللي قتله. وطبعا هيطلع القاتل هو الشخص المستحق للتعويض، وفي الحالة دي هتقول لهم القاتل ما بياخدش تعويض. يعني تحس كده ان السينما بتلمع محققين التأمين اكتر ما بتلمع محققين الشرطة نفسهم. في فيلم جميل قوي انا بحبه جدا بالنسبة لي، هو بتاع عمر الشريف وليلى فوزي ومحمود المليجي. وهنا كان محمود المليجي هو موظف التأمين، وبصراحة كان قايم بالدور حلو جدا. وان ليلى فوزي كان زوجها راجل كبير وعامل لها فلوس التأمين بمبلغ ضخم. اتفقت مع عمر الشريف ان هم يقتلوه وياخدوا مبلغ التأمين. هنا بيظهر مين بقى؟ محمود المليجي، محقق التأمين، اللي غطى على محقق الشرطة في الحالة دي، وقدر مع الوقت وطول أحداث الفيلم إنه يكشفهم ويطلعهم في الآخر غير مستحقين للتأمين. كالعادة كانت التأمين بيطبلوا لبعض، وكله على قفا الزبون اللي هو احنا. يعني في الآخر أحب أقول إن التأمين اتباع للناس على انه امان وضمان، لكنه في الحقيقة لعبة مرسومة بالورقة والقلم. خد بالك قبل ما توقع اي ورقة او اي عقد، تقرا كل حرف كويس،
لأن الحرف الواحد بيفرق، ولأن الثغرات كتيرة جدا ولازم إنك تكتشفها عشان ما تجيش وقت مطالبتك بالحق وتطلع غير مستحق بعد ما تكون سددت أقساط كتيرة جدا. بتمنى الحلقة تكون عجبتكم واستفدتوا منها، وأشوفكم على خير في الحلقة الجاية.